أنا متخرج من الثانوي ودي أكمل دراستي في باكستان، لكن ما أعرف الشروط. يوميا يجيني هذا السؤال. قبل لا أجاوب عليه وقبل كل شيء أبغى أسألك أنت يلي حاب تكمل دراستك في باكستان، هل أنت من جد حاب تكمل دراستك في باكستان؟ خليني أشرح لك. الدراسة في باكستان جدا قوية وممتازة، والشهادة الباكستانية معترف فيها في كل دول العالم، والطالب الباكستاني يفضل على كثير من طلاب الدول الأخرى. بس الدراسة في باكستان شوية صعبة لعدة أسباب. لما تقرر تدرس في باكستان حط في بالك أنت راح تسافر لدولة سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، دولة فقيرة ونامية. في باكستان غالبية الشوارع مو منظمة وزحمة، والناس مو ملتزمين بمساراتهم، وعادي تشوف حيوانات تمشي جنبك. أبداً لا تقارن باكستان بالسعودية ودول الخليج، لأنه الحياة في السعودية ودول الخليج أسهل بكثير، ما شاء الله تبارك الله. بس أحياناً عدم اتباع النظام ممتع. أمزح، النظام نعمة. في باكستان المعاملات الحكومية جداً معقدة وصعبة. مثلاً عندك معادلة الشهادة، عشان تعادل الشهادة يبغالك تكون جاهز من كل النواحي. كيف من كل النواحي؟ لازم تاخذ الأصل من شهاداتك وأوراقك الرسمية زي البطاقة والجواز وحتى صور شمسية لك، وكمان لازم اسمك يكون مطابق في الشهادات والبطاقة والجواز. حرف واحد غلط في الاسم ومو مطابق راح يعطل أمورك. بعد ما تجهز الأوراق راح تضطر إنك تمسك صف، ولما تيجي تقدم أوراقك خلاص وكل شيء تمام راح يعطوك فاتورة عشان تدفع رسوم معادلة الشهادة. هنا راح تضطر إنك تمسك صف في البنك عشان الدفع. خوفتك صح؟ أكيد جالس تسأل نفسك طيب والحل؟ الحل بسيط، تحتاج تفهم آلية المعاملات الحكومية اللي أنت تبغى تنجزها. مثلا قبل ما تروح للمعادلة لازم تفهم بالتفصيل الأوراق المطلوبة منك، لأنك لو كملت أوراقك وكل أمورك تمام ما راح تواجه صعوبة. إن شاء الله في الفيديوهات القادمة حتكلم عن الأوراق بالتفصيل. وبالنسبة للزحمة، خلال ال7 سنوات اللي عشتها في باكستان لاحظت زحمتهم ماشية. في زحمة أيوة، بس تمشي بسرعة، فلا تخاف من هذه الناحية أبداً. أنت بس شوف إيش المطلوب منك وأفهم، وإن شاء الله أمورك تتسهل. ومن الأسباب اللي تخلي الدراسة صعبة إنه في صعوبة بسيطة في التعامل مع الشعب الباكستاني. شوف، أنت حط في بالك إنك حتروح لبلد فكرهم وثقافتهم غير عن السعودية أو الدول العربية بشكل عام. لازم تكون حذر في معاملتك معاهم، وأسأل قبل لا تخطي خطوة. أسأل أكثر من واحد وأفهم، وإن شاء الله أمورك تتسهل. في النهاية يا صديقي حاب أقول لك الدراسة في باكستان حتغيرك وتطور مستواك الأكاديمي بشكل جبار، حتى راح تطور تجربتك في الحياة. أنت تخيل بس، باكستان أول بلد إسلامي يملك سلاح نووي، وهي أيضا من أفضل دول العالم في الطب والهندسة والتكنولوجيا. التكنولوجيا هذه حط تحتها خطين. أتشرف بمتابعتكم لقناتي أحمد جان على اليوتيوب والإنستغرام وسناب شات بنفس العنوان. أشوفكم في الفيديو القادم اللي حيكون عن الجامعات في باكستان. خليك قريب.